الناس اللي ساكنين في هذه المناطق اللي غادي نذكر يردوا البال ويوسعوا العائلات ديالهم ويبارطاجيو هذا الفيديو باش يشوفوه الناس اخرين اللي ما فراسهمش. نشرة انذاريه: مستوى ديال اليقظه برتقالي، زخات رعديه قويه وتساقطات ثلجيه وهبات رياح بعدد من المناطق ديال المغرب. اعلنت المديريه العامه للارصاد الجويه عن توقعات جويه غير مستقره غادي تمتد من اليوم الى غايه يوم الاثنين المقبل، وغادي تهم عدد من المناطق ديال المملكه، حيث يرتقب تسجيل زخات رعديه محليه قويه مصحوبه بتساقطات للبرد وهبات رياح، إلى جانب تساقطات ثلجية وطقس بارد. وضحت المديرية في نشرة إنذارية للمستوى ديال اليقظة برتقالي أنه من المنتظر تسجيل زخات رعدية قوية غادي تروح المقاييس ديالها ما بين 40 و 55 ملم بكل من أقاليم تارودان، تشتوكا أيت بها، الصويرة، أكادير إذا وتنال، وإنزغان أيت ملولة. كما يتوقع تسجيل مقاييس ما بين 25 و 40 ملم بكل من الحوزة، أزيلال، سطات، الجديدة، أسفي، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، تيزنيتشي، شواع، المحمدية، خنيفرة، الفقيه بن صالح، خريبكا، الرباط والخميسات والدار البيضاء، مديونة، برشيد، بن سليمان، تمارا، صخيرات، مراكش، الرحامنة، سلا، قلعة سراغنا والنواصر. وهذا الشيء غادي يبدا من اليوم ديال السبت من المنتصف ديال النهار الى غايه يوم الاحد عند منتصف النهار. كما يرتقب تسجيل زخات رعديه اقوى غادي تروح المقاييس ديالها ما بين 40 و 70 ملم بكل من العرائش، الفحص، انجرة، تونات، الحوسمه، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطره، شفشاون، المضيق، الفنيدق، تطوان، طنجة، أصيلة، وزان، ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأحد على الساعة 11 ليلا. وفي السياق ذاته أفادت النشرة بتوقع تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 متر غادي تروح السمك ديالها ما بين 10 و 30 سنتيمترا بكل من أزلال، ميدلت، ورزازات، إفران، الحوزة، بولمان، خنيفرة، شيشاوة، تارودان، شفشاون، الحوسمة، بن ملالة وتنغير، وذلك من منتصف هذا اليوم إلى غاية الاثنين على الساعة 6 صباحا. كما ينتظر تسجيل هبة رياح قوية وتتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة بكل من أقاليم ميدل، قنيطرة، طنجة، أصيلة، وزان، العرائش، فشاون، سيدي سليمان وسيدي قاسم يوم الأحد من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء. وختمت المديرية نشرتها بالتنبيه إلى أن الطقس سيكون باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين -3 و -7 درجات بكل من ميدلت، بولمان، تنغير، أزلال، شيشاوة، وزازات، الحوز، تارودانت وإفران، وذلك خلال يومي السبت والأحد.